عمرك سألت نفسك قبل كده إزاي اتنين كانوا مستعدين يعملوا أي حاجة علشان يبقوا مع بعض، بقوا بعض فترة ولا حتى عارفين يتكلموا مع بعض؟ إيه اللي حصل؟ هل الحب خلص؟ ولا هما اللي اتغيروا؟ ولا إحنا كنا بنحب فكرة الشخص مش الشخص نفسه؟ خليني أحكي لك حاجة. في بداية أي علاقة إحنا بنشوف أحسن نسخة من اللي قدامنا، وهو كمان بيشوف أحسن نسخة مننا. كل واحد فينا بيحاول يبان بأفضل صورة، بيستحمل وبيسامح وبيتغاضى وبيعمل حاجات يمكن بعد كده يبطل يعملها. ومن هنا بتبدأ أول صدمة، مش لأن الشخص اتغير، لكن لأنك بدأت تشوفه على حقيقته. بس هل ده معناه إن الحب من الأول كان كدبة؟ لأ. أوقات كتير الحب بيكون حقيقي، لكن الحقيقة الأصعب إن الحب لوحده مش كفاية. في احترام وفي تقدير وفي اهتمام وفي مجهود لازم يتبذل كل يوم. العلاقات مش بتموت فجأة، العلاقات بتموت بالبطيء. يعني مثلا رسالة ما يردش، عتاب يتأجل، ومشكلة ما تتحلش. حتى الاهتمام بيقل، تفاصيل صغيرة كلها بتتجمع لحد ما في يوم تبص للشخص اللي كنت مستعد تعيش عمرك كله معاه وتسأل نفسك سؤال: احنا وصلنا هنا ازاي؟ وفي غلطة بنشوفها كتير، إن كل واحد يستنى التاني يبدأ، يستنى التاني يعتذر، ويستنى الاهتمام. وصدقني في الآخر الاتنين بيخسروا، مش لأنهم ما بقوش يحبوا بعض، لكن لأن كل واحد فيهم افتكر إن التاني هيفهمه من غير ما يتكلم. بس في حاجة عايز أقولها لك: مش كل علاقة انتهت كانت تستحق إنها تكمل. في علاقات انتهت لأنها كانت مؤذية، وفي علاقات انتهت عشان كل واحد كبر في طريق مختلف. وده مش معناه ان حد فيهم وحش. اوقات كل الحكاية ان الحياة اختارت لكل واحد طريق غير التاني. لكن في سؤال لازم كل واحد يسأله لنفسه قبل ما يلوم الطرف التاني: هل انا كنت بحافظ على العلاقة، ولا كنت بفترض انها هتفضل موجودة مهما عملت؟ لان العلاقات زي الزرع، اول ما تبطل تهتم بيه مش بيموت في نفس اليوم، لكن كل يوم بيفقد جزء من روحه. وفي النهاية يمكن العلاقات مش بتنتهي لأن الحب اختفى، يمكن بتنتهي لأن الاهتمام اختفى الأول. فاسأل نفسك: لو في علاقة بتهمك بجد، آخر مرة اهتميت بيها كانت إمتى؟